مكان محدش يعرفه غير عدد قليل قوي من الناس، تستجم فيه وتنبسط انت واسرتك في المكان البسيط ده. القرية دي على البحر مباشرة وكلها مميزات. الميزة الاولى ان القرية هادية جدا ومش زحمة خالص زي باقي القرى. الميزة التانية ان الايجارات في متناول المواطن المصري البسيط، واللي اجمد من كده ان الشاطئ رملي وما فيهوش زلط او صخور. قبل ما نكمل مميزات القرية السرية دي، عاوزين نوصل الفيديو ده ل 5000 لايك علشان نختار واحد من التعليقات يكسب معانا يومين مجانا. وكمان في مفاجأة جامدة قوي هعلن عنها في الفيديو ده، فركز معايا. تعال بقى اقولك على شوية تفاصيل مهمة جدا وهتعجبك كمان. منسوب المية قليل، وده معناه ايه؟ معناه ان البحر في حالة المد مش هيبقى فيه غريق زي باقي الشواطئ، يعني امان على الاطفال والكبار. والقرية لها شاطئ رملي خاص للملاك والمستأجرين بس، وفيها كافيتيريا على البحر وسوبر ماركت وملعب كرة قدم وكرة يد وبلاي ستيشن وبلياردو و3 حمام سباحة و2 كيدز اريا وخيم بدوي للسهرات ولحظات الغروب. على فكرة انا زعلان علشان انت لسه ما عملتش لايك لحد دلوقتي، ومش هسامحك الا لما تعمل لايك وشير وتكتب لي كومنت حلو كمان. تعالوا بقى لتصنيف القرية دي من وجهة نظري. القرى في راس سدر بصنفها ل3 تصنيفات. قرى بتبقى عبارة عن مساكن شعبية، وقرى متوسطة، وقرى ممتازة. والتصنيف ده بناء على الخدمات والمميزات لكل قرية. طيب القرية دي اللي بنتكلم عنها دلوقتي تصنيفها ايه يا محمد يا انس؟ انا شايف ان هي متوسطة، لا هي ممتازة قوي زي القرى اللي الايجار فيها 5000 جنيه، ولا هي مساكن شعبية زي القرى الضايعة خالص. فلو انت متعود على قرى بسيطة او متوسطة وبتحب الهدوء والاستجمام ومش بتحب الزحمة، فهتنبسط معانا ان شاء الله. الايجارات في القرية دي بتبدأ من 1200 جنيه ل 1800 جنيه، غرفتين و3 غرف مكيف وبدون تكييف. ولو عاوز ابعت لك كل التفاصيل ابعت لي واتساب على رقم 010 97 44 361، وابعت لك تفاصيل ومواصفات كل شاليه وصور وفيديوهات لكل شاليه. وعلشان انت وصلت لاخر الفيديو ليك عندي مفاجأة، بس لازم تكون عملت متابعة اول. اختار اي شاليه واحجزه اسبوع وابعت لي سكرين شوت انك متابع حسابي، وهتاخد خصم 1000 جنيه على اي شاليه. والنهارده اقول لك على مكان